كان أدائي مشرف، فتح ملف الجنسية، التزوير في الجنسية، الدفاع عن مكتسبات الشعب الكويتي. هذه واضحة، مو أنا اللي أكررها، التاريخ موجودة فيه والشعب الكويتي مو ناسيها لي. موضوع نزول المعارضة اللي كانت مقاطعة، حي الله من يه. احنا ما زلنا نقول ساحة الكويت تتحمل كل أبنائها. بالعكس أنا سعيدة بأنهم كسروا حاجز المعارضة ونازلين. أتمنى إن فعلا تكون معارضة رشيدة، مو لمجرد التأزيم. أنا دولة غنية، دولة تمتلك مقومات مالية بشرية نفطية. مستحيل أوصل مرحلة تطلع لي الحكومة كلها برئيسها، واحد يقول لي دولة رفاه لن تستمر، واحد يقول لي موس بيدور على الروس، واحد يقول لي سكين وصلت للعظم، بينما أنا أعلم تمام اليقين، وخذوها مني هني. أداء رئيس الوزراء قلتها من زمان وأكررها، فاشل. شنو سبب غضبكم يا شعب كويتي على المجلس المنحل؟ مو لأنه كان يهددكم في جيبكم ويبي يشق الجيب وترك التجار وملاك الأراضي والكل ما والضرائب على الشركات، وابتدى برفع أسعار البنزين ورفع الدعم عن بعض المواد التموينية. أنا واثقة كل الثقة من اختيار الشعب الكويتي، واثقة جدا إن راح تكون اختياراتهم المرة صح.